بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، واحد من ضمن محولات حقيقي محولات القلب اللي بتنقل القلب من مكان لمكان إن احنا نعرف يعني اسم الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسم 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة أحصاها يعني إيه يا جماعة؟ يعني إن أنا أحفظها. إحنا هنحفظ النهاردة العظيم والمعرفة، محتاجين نعرف الاسم ده بيقول إيه وندعي بيه إزاي، نشتغل إزاي، والاتنين حاجة واحدة. والإيمان بيه يورثني إيه، يعمل جوايا إيه. تعالوا نشوف بقى مع بعض معنى اسم الله العظيم. آه يعني قبل بس المعنى أنا هستبرك بكام بحديث كام آية، بحيث إن إحنا نبقى مستوعبين العظمة اللي موجودة في الاسم ده. قال صلى الله عليه وسلم: سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي بيروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه. يعني رب العز بدون تمثيل مالك بيده السماوات والأرض، فيقول أنا الله، ويقبض ويبسط. ويقبض ويبسط في كتب السلف والأئمة بتقول إنها عايدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول واقف على المنبر بيشرح عظمة رب العزة، بيبين لنا المعنى عملي، فبيقبض ويبسط بإيديه وبيقول، رب العزة بيقول أنا الملك، أنا الله، أنا الملك. طيب، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، يعني بيترج من كتلة انفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للعظمة اللي موجودة. فتخيلوا كده لمدة ثانية، احنا بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع إله الأرض والسماء في قبضته. حد ممكن يقول لي إيه اللي ممكن بقى يبقى صعب بالنسبة له؟ إيه اللي ممكن مهما أنا عملت ذنوب ما يشيلهاليش؟ ليه؟ مستني مني ايه؟ او لما هيغفر لي هاخد انا منه ايه؟ الموضوع يا جماعه هو من اسمه هو فعلا عظم، حاجه في منتهى الجمال. احنا ترسيخ الاسم ده جوه الواحد هيخليه يوصل لمرحله باذن الله انه حقيقي ما يطلبش حاجه من حد، مش عايز حاجه من حد. ما بي يعني لو عنده مصلحه من حد بيبقى رايح وهو مستحي ان المصلحه دي تتقضي بالشكل ده. ان هو مضطر ان هو يروح هناك اضطرار، هو عارف انه ما لا يملك لا حول ولا قوة له في الموضوع، بس رب العزة اللي سلمه مفتاح في الحتة دي بالنسبة للموضوع ده. طيب، الحديث هنا بيقول ايه؟ بيقول امكانية، يعني تمام ملكه وقدرته والتصرف المطلق في الكون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حاجة مرعبة يا جماعة، حاجة مرعبة. قبض الأصابع وبسطات النبي صلى الله عليه وسلم بيجسد هيئة القبض والبسط تعليما وتقريبا للمعنى لينا. طيب، وطبعا بالنسبة لينا احنا بنؤمن بالكلام دوت اللي هو كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان. القاعدة العامة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، اللي ينتفع بالكلام دوت عملي تعظيم الملك، ترك. ما هو أنا دلوقتي لما أعظم الكبير أنا نفسي بصغر، أنا نفسي بتواضع لي، بخشع في العبادة. طيب، قال ابن عباس، احنا سمعنا العظمة لغاية دلوقتي، سمعنا اسم العظيم بس بالهدي النبوي. ما السماء والقرآن: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحد. إيه الأخبار؟
ايه الاخبار؟ اخبار العظمه ايه؟ ومن عظمته ان كرسيه وسع السماوات والارض، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدم. بصوا يا جماعه، احنا ارض فوقنا سماء الدنيا. الارض حلقه في فلات السماء الدنيا. طيب، والسماء الدنيا حلقه في فلا يعني صحراء، حلقه في فلا السماء الثانيه، وهكذا لغايه فوق الكلام دوت في كرسي. السماء والارض حلقه في صحراء الكرسي، والكرسي حلقه في في فلات العرش. فما بالكم باللي استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ حاجه تمام العظمه، تمام العظمه. وهنعرف ان احنا يا جماعه ليه بنقول الكلام ده، لان احنا مش هنعرف نحيط بمعنى العظمه، مش هنعرف نجيب. انت كما اثنيت على نفسك ولا نحيط ثناء عليك. احنا ما نعرفش نثني اصلا، احنا بنقول الكلام اللي ربنا وسيد الخلق علمه. طيب، نرجع بقى للمعنى بالنسبة للآية. العظيم معناه الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. يعني أنا أهاب رب العزة وأتقي. التقي ديت يعني أنا مش عايز قلق، مش عايز أخش النار وعايز أخش الجنة، فأنا محتاج أنفذ الأوامر. ده ملخص كلام الأئمة كلهم، أعمل الأوامر واجتنب إيه المحرمات. قال الزجاجي: العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل. ابن القيم قال: معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. ما فيش حد فينا يقدر يجيب الإحصاء بتاع الموضوع ده. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. خلي بالكم يا جماعه، اصل الكبر بينافي العبوديه. انا كاتب لك الملخص، والتواضع والخضوع صفه العبد. فانت مفيش مجال ان الواحد يتكبر، وهنبقى عارفين بعد شويه ان في اشكال للكبر. مش الكبر اللي في دماغنا ان انا اتكبر عليك فابص لك من فوق لتحت، الموضوع مش كده. رفض الحق كبر. يعني انت لو قلت لي كلام الكلام ده صحيح وانا رفضته من باب العناد، ده كبر، انا لبست في الحيطه. طيب، الكبر بطر الحق، آه وغمط الناس. غمط الناس يعني انا احتقر الناس. حلو. طيب، امثله لمنازعه الله في الكبرياء والعظمه ايه؟ خلي بالكم يا جماعه، عشان ديت اللي بنقع فيها رفض النصيحه او الحكم الشرعي، عشان هو بيخالف هوايه. احتقار الناس ديت اللي احنا عارفينها، مش كده؟ التجبر والظلم دي احنا عارفينها. التكلف في الالقاب والتزين لاظهار العدو وجر السير. عشان كده موضوع الجلابيه اللي مجروره دي مشكله، لانها بتؤدي الى المعنى دوت. وده انا مش حمل ان انا اتقذف في النار، هي مش ناقصه. بجلابيه اخش انا النار، يعني حتى نخش النار في حاجه عدل والعياذ بالله. طيب، ايه الفرق ما بين العزه والكبر يا جماعه؟ العزه مطلوبه لازم، لثقه بالله وكرامه بلا ظلم ولا ازدراء. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. طيب، الكبر مذموم دوت تعاظم على الحق والخلق. فكن عزيزا بلا كبر، متواضعا بلا ذل. طيب، انا اقي نفسي ازاي من الكبر؟ الائمه يا جماعه قالت اهم بند. احنا في عندنا حاجات يعني مرعبه بتشفي كل حاجه، قران واذكار بس كده، هي بتشفي كل حاجه. جوه بقى الكلام ده يعني القران والاذكار بيوفق الواحد ان هو يخدم العباد الله. خدمة عبد الله. يعني خلي بالكم دي كانت من ضمن أكثر النقط اللي هي بعيدة عني، أو بمعنى أدق ممكن أبدي جلسة ذكر أو ورد أو مجلس عن إن أنا أقوم أخلص مصلحة حد. اكتشفت إن الكلام دوت تماما بعيد عندنا. قضية مصالح الخلق مهمة جدا جدا جدا، وأكتر حاجة كسرة لموضوع الكبر. فانت الوقت اللي هتقضيه في مصلحه الخلق طبعا ده عند رب العزه رتبه كبيره قوي، زائد انه هيديك اجر اللي كان اللي ضاع في الحاجه الثانيه، وهيوفقك انك تعمله كمان. ابن القيم بيقول رحمه الله عليه:
إن العبد إذا أراد أن يكون له حظ من اسم الله العظيم فينبغي أن يعظم أمره ونهيه. يعظم الأمر والنهي. خلي بالكم يا جماعة، تعظيم الأمر والنهي يستوجب فعل، بس مجرد التعظيم ده مهم جدا جدا. يعني حتى لو أنا مش عارف أنفذ الفعل، فتعظيمه في قلبي في حد ذاته حاجة مهمة جدا. يعني مثلا أيام الجاهلية لما ما كنتش بصلي، بس هو الأمر ده معظم عندي. يعني لو حد قال أو أنا غلطان، أنا غلطان مفيش فيها كلام، وحقيقي برعش عايز أخلص من الموضوع بأسرع وقت ممكن، هروبا وخوفا من الموضوع، وفي نفس الوقت على أمل إن الواحد ربنا يرد. طيب برضو نفس النظام مثلا على الستات. تلاقي واحدة في موضوع الحجاب، واحدة إن شاء الله ربنا هيهديني، وواحدة تانية لا ده غلط، مصيبة. يعني في فرق كبير قوي ما بين الاثنين، في فرق كبير قوي. فالتعظيم في حد ذاته لازم ينتج عنه عمل، بس حتى فكرة التعظيم بس لغاية لما أنظف نفسي وأشتغل على نفسي، دي برضو ليها أثر ضخم جدا. يا جماعة التعظيم هيؤدي إن شاء الله إلى عمل. المشكلة في إن أنا ما بقاش معظم الأمر من الأول، فما بالكم بإن أنا أبقى معاند ومستكبر عليه. طيب قال رحمه الله: فعلامة تعظيم الآمر الناهي تعظيم الأمر والنهي، ومن هذا أن لا يترخص ترخصا جافيا يخرجه عن حد التعظيم. بصوا يا جماعة، يعني هو يعني يا جماعة التوسط في الأمور بالمقاييس الشرعية. هو بيدي هنا مثال بتأخير صلاة الظهر عشان الجو حر قوي، ففي ترخيص من ساعة لساعة ونص في صلاة الظهر. مثلا الصلاة بتقدم الساعة 12 فالشمس رهيبة، ساعة ونص تلاقي حد تاني يغالي على الناس يخليها في نفس الميعاد. احنا لو افترضنا يعني ان مفيش مكيفات والدنيا احنا في الصحراء، وواحد تاني يأخر الصلاة قبل العصر، فدوت فرط ودوت غالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. طيب قال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو غضبان عليه. أعوذ بالله. ومن عظمته تعالى أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي. هناخدها بكذا زاوية. رب العزة يملك العالم العلوي والسفلي. إيه بقى؟ يعني إيه اللي هيعدي؟ الأحكام القدرية كلها بتاعته، الأحكام الدينية كلها بتاعته. يعني الموضوع خلصان. طيب ومن عظمته أن الأرض جميعا بما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية ورمال وأشجار وغير ذلك تكون قبضته يوم القيامة، والسماوات كذلك على عظمها وكبرها وسعتها. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حلاوة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. يعني أنت كمان، يعني أنت لما تيجي تشوف كده، طب السما ديت لو وقعت، حد فينا أو أنت تعرف حد في الدنيا يعرف يرفعها تاني؟ مش، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده. طب يبقى ذل بقى، لازم نخشع بقى. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما. مش بس كمان ماسكهم، ده كمان ما بيتعبش، هو العلي العظيم. اسم الله العظيم في اللغة بيدل على الكبر والاتساع وعلو الشأن والتدبير، ويقابله الصغر والدناءة. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض كلها، مش واسعة دي يعني قدهم. ده, ده, ده هم حلقة في فلاة، حلقة في فلاة
وهذا يدل على كمال عظمة الله وسعة سلطانه. هذا حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمته، فكيف بالعرش اللي هو أعظم من الكرسي. والله ذو الفضل العظيم. فنسأل ربنا بقى من الفضل ده، نسأل ربنا من الفضل ده. ومن عظمته أن الأبصار لا تراه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وخلي بالكم إحنا ما نقدرش نحيط ثناء على رب العزة. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بالاسم دوت لو اتملأ القلب بالاسم دوت فإنها تحفظك أن تخاف ما سواه سبحانه. مش هتخاف من الرزق، مش جاي لي فلوس، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. ارزقني ولم تخاف وليس ولم تخاف وليس في الكون غير عظيم غيره. مفيش. هو رب العزة. قال الأصفهاني: العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق. لا يقوم لها خلق يعني اللي احنا قلناه من شوية، لا أحصي ثناء عليه. لا يستطيع أي مخلوق أن يحيط بالعظمة. طب تجيبها إزاي؟ أصلا هتجيبها إزاي؟ لا يقدر أحد من الخلق. عشان كده لما الواحد بيذاكر أسماء الله وصفاته يفهم الصحابة كانوا خايفين لغاية آخر لحظة ليه؟ يعني إيه رجل في الجنة ورجل بره ما أمن مكر الله؟ يعني إيه بيسأل سيدنا عمر عن الخطاب وهو بيموت هو من المنافقين ولا لا؟ فهو مش عارف إذا كان أدى حق عظمة رب العزة ولا لا. هو أصلا ما فيش، ما نقدرش نؤدي. هنشوف في الأحاديث بعد شوية فهم عميق للموضوع ده. لو واحد اتولد من أول لما اتولد وهو راكع لرب العزة لغاية لما يوصل الشيخوخة بتاعته ويموت، أول لما يطلع للحساب هيستصغر العمل بتاعه. مش عامل حاجة، مش مكفي أي حاجة في أي حاجة. طيب، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها يعظم بها بعضهم بعضا. يعني واحد بيعظم فلوس، واحد بيعظم واسطة، واحد بيعظم. عظمة ربنا محيطة وفي كل الأحوال. قال ابن الأثير: العظيم معناه الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول، فلا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنه وحقيقته. ما تعرفش توصل، ما تعرفش توصل تجيب. أنت أصلا لو تماديت في التفكير أنت ممكن تشط في المقابل واحد تاني بمجرد ما ياخد كلمة العظمة ديت بيحس بحجم أمان غير طبيعي، حجم أمان غير طبيعي. الرحمن على العرش استوى سبحانه، فما بالك بعظمة بعظم وعظمة من استوى عليه وعلى فوق. قال ابن القيم، بصوا يا جماعة، ابن القيم استنبط حتة. هو بيقول إيه؟ أنزه المخلوقات وأوسعها وأعظمها وأكبرها الكرسي. هو اشمعنى جاب الكلمة دي؟ يعني ليه الكرسي عظيم والعرش أعظم من الكرسي؟ لأن كل ما المخلوق يقرب من رب العزة معنى كده إنه ليه مكان عالي. ما هو رب العزة ما قربوش منه إلا العظمة بتاعته. يعني العرش أعظم حاجة في الكون. ليه؟ لأنه من أقرب حاجة لرب العزة. طيب، النقطة الثانية، فهو بيقول وعشان كده برضه قلب الواحد، هو قلب الواحد أعظم حاجة أو أخس حاجة جوايا، لأنه بما احتواه من حاجات. فأنت لو حطيت فيه إيمان بقى أعز وأعظم حاجة قريبة ليا. ولو حطيت حاجة فيها وحشة هوا تلاقي الموضوع بقى تحت، كله على الماسورة. العالي عالي على الماسورة والواطي واطي على الماسورة. طيب، ايه تاني؟ قال ابن القيم: اسم الله تعالى على جميع صفاته الحسنى وكمالاته. الامام ابو حنيفه قال المختص به اسم الله الاعظم هو الله المختص به. وان من العلماء من ربط باسم بين
اسم الله العظيم هو قدرة الله الشاملة التي لا حدود لها ولا يعجزه شيء. ما انت لما تيجي تبص على العظيم بعد شويه لما هنخش في بند الدعاء هتكتشف ان انت ممكن تستخدم اسم العظيم في اي نوع من انواع الادعيه. يعني مثلا عايز مثلا اسمع القران، يا سميع سمعني القران مثلا. آه، آه، يا سميع سمعني خبايا الموضوع دوت مثلا. طب ما يا عظيم سمعني القران هو اسم شامل، اسم اسم عظيم. طيب بتتاخد في الصلاة ازاي؟ هنبقى نشوف له الحديث بعد شوية، والدعاء هنبقى نشوفه برضه. أما في الركوع برضه الحاجات دي هتحكي بالتفصيل بعد شوية. طيب أثر الإيمان باسم الله العظيم تعظيم الله وازدياد محبته، وديت في حد ذاتها مرعبة. يعني إن أنا أعظم رب العزة هعرف أصلي، هعرف أصلي، هعرف أدعي. آه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هو اللي عمل لنا كل حاجه. احنا ليه، انا ليه ما بعظموش؟ مش عارف والله. طيب تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وبرضه في المحارم زي ما هنشوف بعد شويه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. عشان كده فكره التكبير ما بين الانتقالات في كل حركه في الصلاه مهمه جدا، عشان الله اكبر فوق كل حاجه، عظيم، افتكر. طيب ومن تعظيم الله تعالى عدم النظر الى كبر الذنب وصغره آه في نفس العبد، ولكن ينظر الى قدر من عصاه. يعني مش بس يعني فكره انا بعمل ذنب صغير، في فرق ما بين الصغائر والكبائر، في فرق ما بين اللمم والكبائر، بس احنا بقى بنعمل لمم في حق مين؟ فلازم يبقى دي نظرتنا، نعود نفسنا على الكلام ده. قال الأوزاعي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصى. طيب من ضمن الحاجات تعظيم الله إن أنا ما يبقاش فيه طاعة لمخلوق مبدية على طاعة ربنا. والحاجات ديت أكتر الحاجات اللي إحنا بننفذها، وبقت كمان بتتقال كلمات مسخة. مصالح الناس بنقضيها، ما حبكتش مصالح الناس تتقضى، ورب مصالح الناس، ربك ورب مصالح الناس بيقدم بره للصلاة. يعني بلاش نضحك على نفسنا. اوعى انا افتكر ان انا هقدر اقضي لك مصلحه، انا مش عارف اقضي مصالح نفسي عشان اقضي لك مصلحه. فكون ان انا بقيت سبب، ربنا جعلني سبب في ان انا اقضي لك مصلحه، ده ملوش علاقه بان لما تبقى المصلحه العظمى في تلبيه الاذان دلوقتي ان انا اقوم اعملها. فبلاش موضوع ان انا اعمل الاجتماع. الناس اللي هي رؤساء اي حاجه، اللي هي اصحاب المناصب القياديه في اي حاجه، بلاش الاجتماع في وقت صلاه الظهر يا جماعه، هيتخسف بينا الارض، وانت مش حمل الكلام ده. طيب آه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثل. يعني هو بيقول لك ده انت لو قمت عشان ترضي واحد اكبر منك هتعمل له اللي. والرب العزه لما تقوم بعد ما هو اذن لك اصلا انك تقوم تروح تصلي تلاقي نفسك ما بتصليش زي ما رب العزه امرنا بك تصلي. فنسال الله العافيه ونسال الله الثبات ويحسن لنا الامور كلها ان شاء الله. ومن تعظيمه الا يلتفت العبد المبحث انا لمه من اكثر من 15 رساله. فاحنا بناخد مقتطفات تعمق، وكل واحد بعد كده ايه يبحث ويذاكر بالطريقه اللي تريحه.
ومن تعظيمه لا يلتفت العبد إلى أعماله، فمن عرف الله حقه، من عرف الله حقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا. تاني، ليه سيدنا عمر شايف نفسه منافق لغاية آخر لحظة؟ ليه سيدنا أبو بكر خايف من رجل جوه في الجنة ورجل بره؟ هم قلقانين حقيقة، هم مش مأدين حق الله، ما عملوش حاجة أصلا. بعد اللي عملوه ده كله هم شايفين إن هم ما عملوش أي حاجة، فما بالك بيا بقى؟ يعني فما بالك بيا بقى؟ عايزين نعقل بقى. ما هو يا هم غلط يا احنا غلط، وطبعا احنا اللي غلط. عن عتبة ابن عبد عبد السلمي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لو أن رجلا، ده اللي قلته لكم في الأول، لو أن رجلا يخر أو يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة، يعني ما حسش إن عمل أي حاجة. الخضوع والخشية، الثقة والتوكل، إجادة الدعاء. الدعاء مهم بقى، فسبح باسم ربك العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. دي من أقوى طرق التدبر. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول: يا رب بلغنا ركعتي يا رب. ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تغيير طرق التسبيح في الركوع والسجود يا جماعة مهمة، عشان عشان النسيان، عشان العادة، كسر العادة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أنا برددها عشان أحفظها: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. بعملها عشان عشان ورد التسميع، وأنا بسجد وبركع. قبل ما أعرف الحديث ده بركع وبسجد ألاقي نفسي مثلا بسمع آيات، مثلا كانت أيامها البقرة، آيات في البقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكلام دوت، هو قال هو نهي عن الكلام ده. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود بنجتهد في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم الحليم هو في الكرب. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بنستعين بالله في الأزمات بالعظيم. طب ما نستعين بيه بالعظيم من غير ما يبقى فيه أزمات، عشان لما يبقى فيه عندنا رصيد لما نخش في الأزمة يبقى عندنا نوع من أنواع الست، عندنا المخزون، عشان يبقى فيه سرعة في الإجابة إن شاء الله. يا عظيم اغفر لي وارحمني وارزقني الفردوس الأعلى. شوف مثلا إيه يا عظيم اغفر لي، مع إن هي مثلا هنا أولى الغفور الرحيم، بس عادي. وارزقني الفردوس الأعلى يا عظيم، ولا يا رزاق وأنت خير الرازقين. أيوة أنت خير الرازقين، إن إحنا استخدمنا الاسم ده، والعظيم يستخدم بقى. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لو قلناها في سلسلة آداب الدعاء ما نقولش إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. أيوة هو خلاص غفر لي ما دام وفقني إن أنا أدعيه، إن شاء الله غفر. وليعظم الرغبة، يعليها، لأن احنا بنتعامل مع عظيم، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. يعني مفيش حاجة له خزائن السماوات والأرض ولا تنفذ وما بتنقص. إن العظيم لا يبقي في النار من مات على التوحيد.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة بيقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني أخذ صلاحيات سيد الخلق، أخذ صلاحيات كثيرة لغاية لا إله إلا الله. قال رب العزة ليس ذلك لك، أو قال ليس ذاك إلي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. طيب، وفي الدعاء بتاع دخول المساجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، جهات الستة وقدامي وفوقي وتحتي وورايا. حلو كده. النهاية بقى كانت هنا مختلفة شوية. آخر حاجة كنت في الحديث اللي أنا عارفه آخرها اللهم اجعل لي نورا. هنا وعظم لي نورا، وفي تاني في لفظ تاني اللهم وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا، عشان احنا بنتعامل مع العظيم. برضو من أذكار الصباح والمساء اللي احنا حافظينها هنلاقي في الآخر وأعوذ بعظمتك أن أكسر، برضو تستبرك فيها اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فيخسف به. دي اللفظة ديت زايدة شوية فزودتها هنا اهوت من باب كسر باب التبرك بالسنة وكسر الإيه الرتابة. فيخسف به، فيخسف به يعني الأرض تبلع، يعني هي مش ناقصة يعني. فخسفنا به وبداره الأرض والعياذ بالله، عقبال أمريكا إن شاء الله. وروى النسائي وصححه الألباني قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر. الستر ده يا جماعة المسجد، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ستنا عائشة كان في المسجد النبوي، وكان ما بين الاثنين ستارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كشف الستارة دي عشان يكلم الصحابة وهو يعني وهو تعبان ورأسه معصوب. يعني احنا مش بنخش في استنباطات الحديث، بس يعني ايه ورأسه معصوب، يعني في فايدة لتعصيبة الرأس. قال اللهم قد بلغت 3 مرات، قد بلغت، اللهم قد بلغت. إنه لم يبقى من مبشرات النبوة. عايزين نركز دي في أواخر الأيام يا جماعة. لكم أن تتخيلوا أهمية الدعوة حتى وأنا تعبان و... 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 وقوة الكلمات دي كلمات مختارة في أوقات صعبة وقليلة. لم يبقى من مبشرات النبوة. مبشرات النبوة دي يا جماعة كانت اللي بتنزل للرسل، اللي هي زي المعجزات الحسية والمادية والوحي سيدنا جبريل. الكلام ده مش موجود دلوقتي إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى لا. يعني الرؤيا الصالحة يعني إيه؟ بنتعبد فربنا راضي عننا فيروح جاي مبشرنا بحاجة، أو يبعت لي حد تاني يشوف لي رؤية تانية فتثبت. الكلام ده بيفرق جدا نفسيا ومعنويا. انت يا اخي لما بتقابل راجل صالح، يعني انا عن نفسي لما قابلت في المطار شيخ الازهر، والله العظيم والله الحال اتبدل. يعني انا وقفت اصلا مش عارف اتكلم ولا عارف ارحب بيه. بوست راسه وايده، ومش عايز اقول لكم الدفعه كانت عامله ازاي. حتى اول حاجه قعدت انا لما شفت شيخ الازهر حالي اتبدل من كذا لكذا. يعني الواحد كان متضايق وتعبان وفجأة انشراح رهيب. فبالي لو شفت سيد الخلق جالي نفسي فيها. ربنا يوعدنا ويوعدنا. بس عشان نشوفه لازم نعرف صفاته، ولازم نذاكر أحاديث، ولازم نسمع كلام. ربنا يمن علينا إن شاء الله. طيب، يراها العبد أو ترى له. ألا إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود. الحديث كامل. فعظموا في الركوع واجتهدوا في الدعاء في السجود. قلنا الستر والبيت.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت منه، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ده وأنا أذكار وأنا داخل أنام. كله أنت لو أخدت بالك هتلاقي معظم الأذكار بتتكلم في حتة العظمة أصلا. نسأل الله من فضله وأسألك من فضلك العظيم. إذا كان على أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه، يعني واحد خايف من الإمام، يعني واحد أكبر مني، فليقل الله أكبر مني، أقصد بيه إن هو يمتلك سلطة ونفوذ ومال، فليقل اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلقائك، أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك جل ثناؤك ولا إله إلا أنت، عز جارك أو الله، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. طيب لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المعزي إما أبي بكر وإما عمر. معزي يعني سيدنا أبو بكر اللي كان جاي يعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول له إيه بقى؟ بيقولوا له أنت أحق من عظم الله حقه. هم كانوا شايفين إن الإيه البكاء عكس إيه الصبر، أو نوع من أنواع. طيب قال المعزي إما أبي بكر، يعني لما جم الصحابة هم بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحق من عظم الله حقه، يعني هم شايفين إن موضوع البكاء يعني إيه يعني ده كان هم فكرهم كده، كأنهم تعاظموا أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنت أحق من عظم الله حقه. فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخر تابع للأول بأبي هو عليه أفضل الصلاة والسلام، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون، وإنا بك لمحزونون. طيب يعني معنى كده إن الواحد عادي يعيط وعادي إن هو قلبه يحزن، بس ما يقولش كلمات إلا الكلمات اللي ربنا قال لنا عليها. طيب قال صلى الله عليه وسلم في البداية بأي حاجة نبتدي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن يقول إيه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول العبد بسم الله. ليه؟ لأن الشيطان بيتصاغر، الملعون بيتصاغر. ومن تعظيمه سبحانه وتعالى أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل، ومن عصاه فقد عصى الله والعياذ بالله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. وطبعا يعني انا اشوف حتى حطيت لك هنا عشان نعمل الكلام ده يا جماعه محتاجه معايشه مع صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعرف السيره بتاعته، محتاجين نذاكره، ومحتاجين ندعي ربنا. ومن تعظيمه ان يعظم كلام، تعظيم القران، فعليك المعرفه، معرفه الاداب بتاعه القران، والكلام ده بيبقى مكتوب باستفاضه في الكتب، في كل فتره الواحد يقعد يقرا في كتاب. تعظيم القرآن حاجة مهمة جدا. التبيان في آداب حملة القرآن، هنا الكاتب بيرشح آداب حملة القرآن للإمام النووي، والتبيان في آداب حملة القرآن للأجوري، ومقدمة تفسير القرطبي في المبحث الخاص بآداب تعلم القرآن. كل الكلام دوت كتب مرشحة. من تعظيم ذلك تعظيم الشعائر، لأن مثلا عندك إيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب كل ده؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
نقطة من أول الصف. يعني المشكلة الحقيقية إن مفيش إيمان بالعظيم. طيب هنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر حاجة مهمة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.